السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد مع وصفة طبيعية لعلاج الشيب أو الشعر الأبيض. وصفة زوينة بزاف، مجربة وما فيهاش مواد مضرة، ما فيهاش مواد كيماوية اللي تقدر تضرب الشعر ديالنا ولا في الفروة ديال الشعر ديالنا، تسبب لنا مشاكل أو طفيليات أو تقصف للشعر. هاد الوصفة زوينة بزاف وقديمة، وكلشي النساء قديما كانوا كيصبغوا بها الشعر، كتغذيه وكتحميه من الشعر الأبيض. البنات هاد الوصفة إلا استعملتوها ما غاديش يعني كتاخر نمو الشعر الابيض. غنيه بمضادات الاكسده، غنيه بالفيتامينات اللي كتحتاجها الفروه ديال الشعر ديالنا، وفي نفس الوقت كتحميها باش ما ينتشرش الشيب يعني بواحد السرعه كبيره، حيت الصبغات الكيماويه راه هي اللي كتساهم في انتشار الشيب. البنات ملي كتبقاو تصبغوا شعركم وتعاودوا تصبغوه، راه مع المده كيتزاد، يعني كتولي يعني المقدمه ديال الشعر كلها فيها الشعر الابيض او الشيب، وكضطروا تبقاو تصبغوه. عاد يعني كنا كنعرفوا ان الصبغات الكيماويه اللي كنصبغوا في الصالونات راه فيها شي مواد اللي حنا ما كنعرفوش المصدر ديالها. كاين اللي كدير ليه التهابات، كاين اللي كتضر الفروه ديال الشعر، كاين اللي كدير ليه طفيليات، كاين اللي كتقصف ليه الشعره. كاين شحال ديال البنات كان الشعر ديالهم زوين بزاف بزاف والزغبه قويه وصحيحه، ومع كثره الصباغات ويعني كيبغيو يبدلوا الالوان، وهذا راه كيتسببوا في مشاكل في الشعر، وبالتالي ما كتبقاش الزغبه ديالهم زوينه، وكتبقاش فيها داك اللمعان وداك الحيويه اللي كانت فيها. داكشي علاش راه ما كاين ما احسن من المواد الطبيعيه. كنغديو الشعر، كنغديو الزغبه، كنحميو الفروه ديال الشعر، وفي نفس الوقت كنعرفوا يعني اشنو درنا لشعرنا، يعني شنو هما المواد اللي استعملناها. هذاك الشيء علاش، او يعني هذا هو الفرق ما بين الصباغه الكيماويه وما بين الصباغه الطبيعيه اللي كنستعملوها حنا بيدينا او على يدينا. كنستعملوها يعني فيها مواد اللي حنا عارفين المصدر ديالها، وكنكونوا مجربينها ومعاودين مجربينها، يعني ما كنخافوش منها. واقسم بالله البنات هاد الصبغه راه كتقوي الشعر، كتغذيه مزيان. الا داومتوا عليها راه علاج، وفي نفس الوقت كتعطيكم لون زوين وكتحمي الشعر ديالكم من انتشار الشيب. فيها مواد اللي مهمه جدا، وفيها واحد الماده غنوريها لكم حتى الاخر اللي ما يمكنش ما تستعملوش للشعر ديالكم. راه مهمه، كتقوي الزغبه، يعني البنات اللي عندكم الزغبه رقيقه راه كتقويها، كتغطي الشيب، يعني كتحمي داك الشعر الابيض، خصوصا اللي كيبان في المقدمه. اذا غادي نبداو على بركه الله بالمكونات. سمحوا لي طولت عليكم، ولكن راه مهمه بزاف هاد الصبغه اللي غنشارككم، ما غاديش تندموا عليها. استعملوها تغذيه الشعر، وفي نفس الوقت كتعطيه لون رائع جدا. بالنسبه للمكونات غادي نستعملوا القرنفل. القرنفل راه مفيد جدا، راه فيه مواد اللي يعني غني بمضادات الاكسده، كتحمي الفروه ديال الشعر، كتنقيها، كطهرها باش كتبقى الزغبه كتكبر بواحد الطريقه صحيه. القرنفل مهم جدا في تقويه الشعر وفي تقويه يعني الفروه ديال الشعر. غادي نحتاجو القهوه ديالنا العاديه، البن. القهوه العاديه، كل واحد كلشي يعني عنده القهوه في الدار، مهمه جدا حتى هي في الصبغات الطبيعيه. غنحتاجو البروتين باش نغديو الشعر، كيف ما قلت لكم وصفه مغذيه معالجه، وفي نفس الوقت راها كتعطي لون رائع. وغادي نحتاجو بودره الكاكاو اللي حتى هي كتعطينا لون زوين بزاف، وكترطب الشعر بزاف. البنات جربوها وردوا عليا. غادي نحتاجو المكون الاساسي في الصبغه اللي هو السالميه. السالميه راه كتغلق اللون ديال الشعر، كتحمي الشعر من الشيب. السالميه مضاده للشعر الابيض، السالميه مضاده للشعر الابيض. الا استعملتوه ببخاخ بقيتو كترشوا به شعركم، راه غتحميوه من ظهور الشيب، يعني في سن مبكره كتاخروا ظهور الشيب. السالميه مهمه جدا بالنسبه للبنات اللي كيعانيوا من انتشار الشيب. السالميه مفيده جدا جدا. اذا هادو هما المكونات. وبالنسبه للمكون الاخير اللي قلت لكم راه ما غنحتاجوه حتى الاخر. اذا غنحتاجوا معلقه كبيره من القرنفل او عود المزمار، غنحتاجوا 3 المعالق كبار من القهوه العاديه او البن، غنحتاجوا بيضه كامله بالصفار والبياض ديالها، بروتين باش نغديو الشعر ديالنا، غنحتاجوا معلقه كبيره ديال معلقه ونص ديال بودره الكاكاو، وغنحتاجوا 2 معالق كبار تقريبا من السالميه. غادي ناخذ واحد الكاسرونه وغادي نبداو نحضروا في المكونات ديالنا. اذا غادي نبداو باول مكون اللي هو القهوه. غنستعمل القهوه، ومن بعد غادي نضيف ليها القرنفل، ومن بعد غادي نضيف عشبه السالميه اللي هي مهمه. كيف ما قلت لكم ما يمكنش نانيلوها في هذه الصبغه. غادي ناخذوا السالميه، ومن بعد غادي نمشي نجيب الماء، تقريبا نصف لتر من الماء، كاس كبير ديال الماء اللي غادي نحتاجوه باش نغليو العشوب ديالنا او هاد المكونات ديالنا.
غادي ناخدو النار تكون مهيلة وندير عليها هاد الكاسرونة ونخلي دوك العشوب يغليو ويطبخوا مزيان ويتفاعلوا مع بعضهم ويطلقوا لينا هذيك هذاك المزيج او هذاك المحلول اللي غادي نستعملوه في الصبغة ديالنا. كنخليوه كيغلى مزيان واحد المدة ديال 15 دقيقة وحنا ناقصين البوطة. من بعد غادي نصفيوه نحيدو هادوك الاعشاب، نصفيوه مزيان. حنا في حاجة للمحلول، ها هي ديك العصارة ديال هادوك الاعشاب، ونقطرو مزيان نصفيوه وغادي نخليوه شويه سيبرد. هذاك المحلول نخليوه شويه يبرد عاد نضيف ليه المكونات اللي بقات. هانتوما شتو معايا من بعد ما كيبرد غناخد القياس اللي بغيت، يعني نبقى نزيد شويه بشويه من ناخدش يعني داك المحلول اللي استخلصت كامل، نخليه واحد شويه على جنب باش لا بغيت نضيف شي حاجه نضيفها. دابا غادي نضيف البودره ديال الكاكاو وغادي نضيف البيضه كامله، خليوها بنات بالصفر والبيض ديالها يعني باش تستافدوا منها 100%. الا كانت بيضه بلديه راه احسن، ما كانش نستعملوا البيض الاخر حتى هو راه مفيد. وهذا هو المكون الاساسي اللي هي الحنه الخضراء، الحنه الشرقيه. يعني اي حنه عندكم تكون زوينه وتكون يعني خاصه بالشعر استعملوها، غربلوها مزيان ومن بعد ضيفوها لهاد الصبغه. راه زوينه بزاف البنات الحنه، راه ما كاين ما احسن من الحنه في تغطيه الشيب، ما كاين ما احسن من الحنه الا ضفناها لهاد المكونات راه كتعطي واحد اللون رائع في الشعر ديالكم. تقريبا واحد 4 المعالق كبار من الحنه غادي نضيفوها باقي المكونات. هاد الحنه اللي خديت راه الحنه الشرقيه. ومن بعد غادي نبقى نخلطها بشويه بشويه حتى غادي نحصلوا على واحد القوام اللي بحال صباغه، يعني قوام ما هو خاتر ما هو خفيف. ومن بعد غادي نخلط مزيان. بالنسبه للشعر ديالنا البنات ملي كنبغيو نستعملوا هذه الوصفه مخصوص يكون موسخ، يعني ما يكونش فيه دهنيات، ما تكونش الفروه ديال الشعر فيها يعني المسام مغلوقه بالدهون، خاصها تكون يعني الشعر نقي. الصبغه الطبيعيه ماشي هي الصبغه الكيماويه. الصبغات الكيماويه يقدروا يستعملوها على الشعر فيه دهون وفيه يعني ما مغسولش مزيان وما نظفش مزيان. اما الصباغه اللي انا غادي نشارككم راه فيها تغذيه ومعالجه للشعر، معالجه لفروه الشعر عاد يعني يعني وكتصبغ في نفس الوقت. فيها 3 مزايا. داكشي علاش الشعر ديالنا يكون نقي نظيف مزيان غاسلينه باش نستافدوا 100% من هاد الوصفه. نكونوا عالجناه وفي نفس الوقت خدينا واحد اللون طبيعي ورائع. وهانتوما كتخدموها مزيان، خاصها تخدم ضروري كنخدموها مزيان باش نحصلوا على واحد القوام مزيان ومن بعد نستعملوها على شعرنا.